والله يجي لك هذاك المذيع ويقول لك الفرق ما هي محمسة. So the fact of the matter is Al Hilal and whoever else it is, right, is not as intriguing as Barcelona, is not as interesting as Liverpool, as Manchester United. بس الإعلام الغربي والمذيع هذا واللي زيه لسه لحد الحين يشوفوا لين تحت رجلهم، لأن اللي يحصل في الدوري السعودي ما هي محاولة لمنافسة الدوريات الكبيرة في أوروبا زي الدوري الإنجليزي والإسباني. التغليفة والباكجينج تقول لك هذا الكلام. بس علشان تفهمني ضروري نغير النظرة اللي جالسين نشوف فيها الاستثمار اللي حاصل في الدوري السعودي، ونغيرها من إنه استثمار في تطوير دوري أو في إنشاء دوري جديد إلى إنه بزنس طبيعي. يعني خلينا نطرح الكورة شوية على جنب وبنزيما وكريستيانو واللعبة نفسها، ونشوف لهذا الاستثمار اللي حاصل على إنه بزنس فقط. وهنا حنبدأ نفهم بعض شوية. الاستثمار اللي تم إلى الحين 455 مليون دولار. إذا كان اندفع على مشروع كنفق بحري بين السعودية ودولة مجاور أو أي مشروع يطور في البنية التحتية ما كنت سمعت هذه الضجة أبدا.